السلام عليكم. في هذه الحلقه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا فيلم بعنوان هيتمان ايجنت 47. بعد سنوات من البحث المتواصل كيتمكن الدكتور ديالكم من الوصول اخيرا للفتاه الاسم ديالها كاديا. هاد كاديا هي بنت بيتر ارون اللي هو عالم عبقري تمكن في وقت ما من انشاء وتكوين جنود خارقين لتنفيذ الاعمال السريه للحكومه. هاد الجنود المتميزين كانوا معروفين باسم العملاء، لكن قبل ما يتمكن من توثيق العمل ديالو الرائد اختفى في ظروف غامضه بدون اي اثر ليه. حاليا الابنه ديالو كاديا هي المفتاح الوحيد للوصول ليه. في ظل هذا الغياب الاحداث كتاخذ منعطف مفاجئ ملي كيتم اختراق نظام الحواسيب وكيتسلل واحد الفيروس من النظام السوبراني. حراس الدكتور ديالكو شخصيون كينطلقوا بسرعه وكيخرجوه من الغرفه وكيتم النقل ديالو للملجا اكثر امان، لكن في طريقهم كتنفجر قنبله مزروعه تحت الطريق، والامر اللي كيؤدي لرفع احد المركبات في الهواء. في لحظه خاطفه كتراجع السيارات المتبقيه بسرعه وكتغير المسار لاتجاه المعاكس. بالرغم من ذلك الخطر لازال قائم، بحيث كيظهر سلاح كيخدم عبر مستشعر الحركه. من المميزات ديالو اطلاق النار بسرعه فائقه. في هذا الاثناء كيتصاب سائق السياره الثانيه اللي كيفتح المجال امام السياره الاخيره اللي كتقوم بنقل الدكتور ديالكو للهروب بعيد من هذا الهجوم. اثناء الدخول ديالو باستخدام نظام التعرف على العين كيحس الدكتور ديالكو بلي كان شي حاجه اللي غير طبيعيه. كيقوم بالنقر على كتف احد الحراس، لكن كيشوفهم واحد من بعد واحد تم انهيار ديالهم على لوحه المفاتيح وكتبان ثقوب الرصاص على رؤوسهم. في هذه اللحظه الدكتور ديالكو كيحس بشعور انه وقع في فخ تم اهداده من طرف العميل 47. العميل 47 متعطش للحصول على المعلومات اللي هي معرفه مكان كاديا. كيحاول العميل 47 في البدايه يطلب المعلومات بنوع من اللين، لكن ملي كيرفض الدكتور ديالو التعاون العميل كيبين له انه بدون تردد غيقتلو. ومع عدم وجود خيارات اخرى الدكتور ديالو كيكشف له على مكان كاديا. العميل 47 كينزل السكين ديالو وكيمشي بعيد بدون الحاق الاذى او اي ضرر به. بين ما مشى لمخزن الاسلحه القريب منه كيكتشف قنبله مخبأه، وفي لحظه المكان كينفجر اللي كان سبب في تدمير الملجأ. وسط جو من الارتباك والخوف فريق الامن كينطلق بالكامل نحو الجانب الاخر من الانفجار. العميل 47 بالمهارات القتاليه ديالو تمكن منهم واحد من بعد واحد، ومع تزايد اعداد الحراس تيكون العميل 47 اكثر استعداد للمواجهه. كيقوم باخراج الاسلحه ديالو وكيقضي على اي واحد حاول المواجهه ديالو. بعد ما قتل جميع الحراس الدكتور ديالو كيخرج العميل 47 من المبنى غير مصاب. في هذا الاثناء كتوجه كاديا لمكتبه محليه للبحث على الاب ديالها، لكن في الحقيقه هي ما كتعرفش المكان ديالو وما عندهاش الا ذكريات وصور قديمه غير واضحه على الرغم من المحاولات ديالها، ولكن ما كتوصلش لشي نتيجه. كاديا ما كانش على علم بان الوكيل 47 تعرف عليها من خلال ملامح الوجه عن طريق كاميرا المراقبه. في هذه اللحظات كيستعد العميل 47 بسرعه للتحرك والوصول ليها. ملي كانت كاديا وهي ناعسه بدات كتجيها احلام وكوابيس بالعميل 47، الشيء اللي اشار في نفس احساس بالخطر والخوف. كتعرف انه غيجي القبض عليها وكتقوم بجمع الاغراض ديالها وكتهرب بسرعه. ملي وصل العميل 47 لباب المنزل غتكون هربات بالفعل من سطح المبنى. في هذه الاثناء كتوجه لمحطه القطار، لكن العميل 47 مازال في المطارده ديالها عن قرب. كاديا كتصطدم برجل يدعى جون سميث اختار عليه المساعده، رغم ذلك ترفض المساعده في البدايه. بعد لحظات كتحس ان العميل 47 كيقرب اكثر، كيتم ملاحقتهم وكيجبد السلاح وكيقوم باطلاق النار عليهم بزوج. كتهرب كاديا بينما كيبقى جون اللي حتى هو تيرف العميل باش يوفر لكاديا بعض الوقت. كيتمكن جون من اسقاط العميل 47 في لحظه كيطيحوا بزوج فوق السكه الحديديه للقطار، حيث كيبدا قتال عنيف. على الرغم من جهود جون الكبيره العميل 47 كيسيطر بسهوله على الشجار. لحسن الحظ كيشتت وصول القطار انتباه 47 وكيعطي الوقت الكافي لجون باش يتمكن من الهرب وكيتلاقى مع كاديا من جديد. كيقوموا بالقفز لسياره الاسعاف وكينطلقوا بحيث ما كيمشوش بزاف حتى كيتم اصابه السائق برصاصه من طرف العميل 47 اللي مازال في ملاحقتهم، وكيتخلاو على السياره وكيواصلوا الهرب سيرا على الاقدام. كيعرف جون ان 47 مازال في ملاحقتهم. كتجي في بالو فكره اللي كيقوم باطلاق النار في الهواء امام السفاره الامريكيه لجذب الانتباه. في هذا الاثناء كيتم اعتقال جون اللي عارف ان العميل الجريء 47 ما غاديش يغامر بالتسلل للمبنى بهذه الحراسه المشدده. اثناء استجواب كاديا كيدخل العميل 47 السفاره بشكل غير متوقع وكيسلم الحقيبه ديالو للتفتيش. اثناء فحص الحقيبه الحراس كيتصدموا من شسانات الاسلحه اللي مدخله معاه. كيتم نقل العميل 47 على الفور لغرفه التحقيق. كيستغرب المحقق من القرار الجنوني بدخول السفاره الامريكيه وهو مسلح وكيطالبوه باجابات. اثناء التحقيق سولوه على الهويه ديالو. العميل كيجاوب ببروده انه قاتل والهدف ديالو هو كاديا. كيقوم بقذف الطاوله الاعلى فاذا بالبندقيه كتخرج منها طلقه ناريه كانت مباشره كتقطع القيود ديالو. في لحظه كيقوم بمهاجمه الحراس وكيشل الحركه ديالهم. المحقق دخل في حاله صدمه من هادشي اللي شاف. جون كيسمع الضجيج وكيندفع باتجاه نافذه زجاجيه وكينجح في الهروب هو كاديا. كتم ملاحقتهم من طرف العميل 45 وكيقوموا بالسيطره على سياره شرطه وكينطلقوا. العميل 45 ملي شافهم توجه لقمه المبنى المجاور للحصول على رؤيه لجون وكاديا اللي حاولوا
الهرب من جديد. كيقوم بتصويب اتجاه السيارة وكينجح بإطلاق النار. الرصاصة كتصيب السيارة لكن جون وكاديا كيوصلوا الهروب اليائس ديالهم متجنبين بصعوبة محاولة القبض عليهم. في اليوم الموالي كيناقش جون وكاديا الخطة ديالهم. كتوضع كاديا الخرائط ديالها على جدار الفندق وكتبدا بوضع أفكار في محاولة لاكتشاف مكان اختباء الأب ديالها. بعد فترة كيجي في بال كاديا فكرة وكتعرف مكان وجود الأب ديالها. جون بغى يعرف المكان فين كاين بإلحاح، لكن قبل ما تقولوا على الموقع العميل 45 كيطلق عدة رصاصات مباشرة في صدر جون وكيضرب كاديا حتى فقدت الوعي وكيقوم بنقلها لمكان بعيد وهو مصمم على معرفة السر اللي اكتشفات. ملي كتسترجع كاديا الوعي ديالها كتلقى راسها مقيدة بكرسي. في هاد اللحظات العميل 45 كيبان لها عبر الظلال مباشرة اثناء لمسها مجموعة من الذكريات كتسترجعها في الذاكرة ديالها. كتفكر نفسها طفلة مع الأب ديالها مرفوقة بصورة طفل واقف بجانب الطريق اثناء الهروب ديالهم. هذاك الطفل المفاجأة اللي هو العميل 45 كيتضح انهم بزوج كانوا جزء من نفس التجارب ملي كانوا مازالين اطفال. في هذا الاثناء العميل 47 كيشرح لكاديا ان جون كان باغي فقط استغلالها للوصول لمكان الاب ديالها بحيث المنظمه ديالو والهدف ديالها هو اعاده تشغيل برنامج للجندي الخارق. بعد ما قال العميل 47 اللي عنده كيقوم بتشغيل محرك طائره خلف كاديا واللي بدا في السحب ديالها نحو المحرك، لكن كاديا كتركز وكتمكن من فك قيودها بسهوله مفاجئه واللي كيبين ان الاب ديالها حتى هي قام بتحويلها الى جنديه خارقه. لكن فين كيحاولوا المغادره كتجمع قوات من المسلحين في الموقع للتشويش على الجنود واعطاء فرصه للقتال. كيقوم العميل 47 بتشغيل جميع الالات في تلك المنطقه. كيتم القضاء على جميع المرتزقه واحد تلو الاخر. وسط الفوضى كتلاقى كاديا مع جون مره اخرى، لكن هذه المره كيبان عليه انه ليس بصديق. كيظهر العميل 47 وكيدخل في مواجهه مع جون على عكس مواجهتهم في السابق. هذا القتال كيبان جد مختلف. في هذه اللحظه كيسيطر جون على 47 وكيقوم بالاسقاط ديالو على الارض موجها السلاح باتجاه ديالو. قبل ما يتمكن جون من التصرف كاديا كتقوم باطلاق رصاصات تكسر النافذه من الخلف، السبب اللي ادى الى سحب كلا الجندي نحو محرك الطائره اللي تسبب في انفجار بالمكان. بعد ما تمكنوا من الهرب العميل 47 كيطلب من كاديا تقول له مكان الاب ديالها. بدون تردد كتقول له انه في سنغافوره. في هذا الاثناء كيتوجه كل من كاديا و47 الى سنغافوره بحيث كيتم ابلاغ رئيس المنظمه انطوان لير بالموقع ديالهم. كيتصل بامن المطار وكيصدر امر بمراقبتهم في كل نقطه دخول ويتم الاخبار ديالو بمجرد مشاهدتهم. لتجنب اكتشافهم العميل 47 كيلبس زي ديال الطيار وكيعطي كاديا تعليمات بسيطه اللي هي تجنب الكاميرات المراقبه باي وسيله. وفي هذه اللحظات وبالاعتماد على قدراتها الحسيه كجنديه خارقه كتقوم بمسح خرائط الكاميرات المراقبه في المطار بمهاره ودقه عاليه وكتحرك في المطار مستخفيه خلف مختلف الاشياء لتجنب اكتشافها. بعد فتره وجيزه كتمكن من الخروج من المطار دون اكتشافها من طرف امن المطار. العميل 47 كينتظرها بالفعل في الخارج في السياره من نوع اودي حمراء اللون. كيحاول فريق الامن مراجعه لقطات الكاميرات في محاوله العثور عليها، لكن بحثهم كان بدون نتيجه. لكن رغم ذلك اثناء دخول السياره تم رصدها من طرف الكاميرات الخارجيه. وفي هذا الاثناء الثنائي كيتوجهوا لاقرب اوتيل غير مدركين انه تم اكتشاف امرهم. العميل 47 في حاله تاهب مسلح بالمسدس ديالو بالقرب منه. كاتيا مقدره تنعس خدات مسدسات 47 وكتقوم بتنظيفها. في الصباح افراد العصابه كيقتحموا الغرفه دون سابق انذار، لكن العميل 47 كان مستعد لهم ودخل معهم في قتال متبادل وتمكن من الهزيمه ديالهم بسهوله. في الوقت اللي انتهت كاتيا من تنظيف المسدسات كان القتال انتهى تماما، لكن العميل 47 ما رحبش بالفكره ووجه لها تحذير شديد بعد تكرار اللي قامت به. قبل مغادره الفندق العميل عطى لكاتيا سكين لانهم عارفين ان العصابه كطالب بالقبض عليهم وخاصهم يكونوا في اتم الاستعداد لاي تهديد. اثناء التجوال ديالهم كان تحركاتهم مراقبه عن قرب من طرف لوكلير اللي كان كيقوم بمطارده وليد كاديا من البدايه من اجل خلق المزيد من الجنود الخارقين. وبعد عناء طويل من سنوات من البحث المتواصل كتوفق كاديا اخيرا على فرصه لرؤيه الاب ديالها بيتر ليتفينكو. كتغلب عليها المشاعر وكتبكي غير قادره على فهم السبب على السمح فيها وخلاها وحيده في هذا العالم، وفي نفس الوقت كتسائل كيفاش تجرأ على تحويلها لشخص حساس وخائف. وفي حوار متبادل ليتفينكو في دهشه وحيره من امره مازال من داش من رؤيه الابن ديالو كاتيا وكيحاول يشرح لها، لكن هي مصدومه وكتحاول تثيق بكلامه في لحظات من الخوف المرتقبه. كيبان العميل 47 قدامهم وكيظل ليتفينكو في البدايه انه جا باش يقتلو، ولكن 47 كيبقى في المكان بدون ما يقوم باي حركه. فجاه كيبانوا زوج الاشخاص متنكرين كعمال وكيسحبوا الاسلحه ديالهم، لكن العميل 47 كيشوفهم وهو الاول وكيقوم باستهدافهم. دراجات ناريه كتبان خلفهم وكتبدا بملاحقتهم بثلاثه، مجموعه كتقوم باطلاق النار ومجموعه اخرى كتحاول اغلاق الطريق امامهم. ومع ارتفاع الحواجز كيزيد 47 من سرعه السياره وكيتمكن من الفرار على عكس مطارديه. كيوصل كل من 47 وكاديا وليد
ليتشفينكو للمدينة وبسرعة في الشارع بوقت قريب كتعرض السيارة ديالهم ضربة بواسطة خطاف، الشيء اللي ادى للدوران والوقوف ديال السيارة. كتبدا مجموعة من الخطافات اختراق هيكل السيارة لتتويتها، كيقوم 47 بالقفز بسرعة وكيقتل المهاجمين في الهواء، البعض كيوصل للأرض والبعض ما كيوصلش. كيبدا الثلاثي بالهرب لكن ليتشفينكو كيتصاب برصاصة في الساق، كتحاول كاديا تهزو ولكنها ما قدرتش عليه. العميل 47 كياخذ قرار صعيب وكينقذ كاديا بنقلها بعيد وخلى ليتشفينكو راهم في مقر المنظمة. كيتم تقييد ليتشفينكو في كرسي وكيطلب منه جون معرفة كيفية إنشاء المزيد من الجنود الخارقين. الدكتور مصمم وكيرفض الإفصاح عن السر. كيتم حقن ليتشفينكو بمصل وكيبدا في الارتجاف من شدة الألم، لكن رغم المعاناة كيبقى مصمم وكيرفض كشف الأسرار. في الجانب الآخر العامل 47 مشغول بوضع خطة، كيخترق كاميرات المراقبة في المبنى وكيشوف الأحداث عن قرب. كيتصل بخدمة الطوارئ وكيوجههم لمقر المنظمة، وباستخدام المكبر الصوتي في المبنى كيبدا بالحديث مع لوكلير. كيقول لهم العامل 47 باش يشوفوا خارج النافذة غير لاحظوا هليكوبتر فيها كاتيا ثم تخديرها. غيقوم بعرض صفقة أفضل اللي هي الفتاة مقابل ليتشفينكو. رواية مخدرة كيأكد لهم أنها هي اللي كيحتاجوها لأنها جيني يكفي دراستها للحصول على جميع الأجوبة. كيقبل لوكلير وكيطلب من العامل 47 هبوط الهليكوبتر فوق منصة الهبوط. بينما كيتم فك قيود ليتشفينكو كتولى كاديا الأمور بنفسها وكتدفع مع قوة تحكم الأمام اللي جعل الهليكوبتر كتصطدم بالمبنى وكتدمر كلشي. أثناء وصول أفراد العصابة المعاينتها كتقفز من الخلف ديالو وكتاخذ له سلاحه وكتيري فيه. وفي هذا الأثناء كيوصلوا رجال الإطفاء لاستدعاء العامل 47 فوق السابق وكيبداو في الصعود فوق المبنى. كتدخل كاديا في وضعية هيتمان وكتبدا في القضاء على كل فرد من أفراد العصابة اللي كيعترضوا طريقها. بعد محاولة فاشلة كيهرب لوكلير بالحماية ديال جون وحراس آخرين وكيوصلوا للمكتب ديالو، لكن كيتفاجئوا بوجود العامل 47 داخل المكتب في انتظارهم. كيبدا في اطلاق النار عليهم، لكن جون كيبدا باعتراض الرصاص بيدو وكيدخلوا الاثنين في قتال. كيتمكن العامل 47 من طرح جون على الارض وكيفرغ السلاح ديالو كله عليه، لكن جون ما كيتاثرش وكيوقف جون من جديد وكيبدا في ضرب العامل 47 وكيقوم بتقبل شي ضرب الضربات ديالو. بعد ما خنقو كيتعرض جون للصعق الكهربائي واخيرا كيتم التغلب على الجسد ديالو واللي كان في وقت سابق كيبان غير قابل للتدمير. كينطلق العامل 47 وكاديا لملاحقه لوكلير والاب ديالها كيتمكنوا من القضاء على الحراس الشخصيين واحد من بعد واحد، لكن كيبان انهم وصلوا معطلين وكيشاهدوا الهليكوبتر وهي كتقلع. بينما تراقب كاديا وهي عازه ان الاب ديالها كيزيد يبعد عليها مره اخرى. في داخل الهليكوبتر لوكلير واثق من نجاح عمليه الهروب بامان، حتى انه وصل درجات كيوعد ليتشفينكو بالعوده للبحث على كاديا. لكن ليتشفينكو عنده خطط اخرى بحيث كيخرج جهاز الاستنشاق الخاص به وكيضغط عليه وفجاه كتنفجر المروحيه. كتشاهد كاديا بذهول الاب ديالها اللي قلبات عليه لسنوات وهو كيبعد عليها ولكن هذه المره للابد. وفي هذا الاثناء كيتضح ليها ان القضاء على لوكلير وكاديا كانت مهمه العامل 47 من البدايه، لكن العامل 47 كان كمل جزء من المهمه ديالو، لكن ملي وصل الامر لكاديا رفض التنفيذ ورمى الهاتف من اعلى ناطحه السحاب. كان ضروري القضاء على لوكلير وكاديا لإنهاء برنامج العملاء تماما، لكن ليتشفينكو عارف شنو غيدير بكاديا، لهذا ضحى بحياته لإنقاذ الحياة ديال الابنة ديالو. بينما الاثنان على وشك مغادرة المبنى تفتحت أبواب المصعد وكيبان قاتل من العملاء واقف اللي هو العميل 48. من بعد وقع تبادل إطلاق النار. وبهذه الأحداث الشيقة والمثيرة غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إلا عجبكم الفيلم ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وكومون، ما تكونش مجرد جزائر ولكن كون جزء من العائلة.